السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض تورتاية الفاكهة، نصها فاكهة ونصها شوكولاتة. هنعملها بطريقة سهلة. تقطيع الفاكهة فيها سهل جدا. التورتاية نفسها ما فيهاش اي حاجة خالص. احنا عملنا الاسبونج كتير مع بعض. سبونج جاهز، يا دوب هنزوقه مع بعض، نزوقه بطريقة سهلة خالص ما فيهوش اي حاجة، وان شاء الله تعجبكم. لأول مرة تشوفونا سبسكرايب القناة ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا التورتيه دي بمناسبة عيد ميلاد بنتي نور. لسه أول سنة، عندها سنة. عقبال 100 سنة يا رب يا نور، ويخليكي ليا. وبمناسبة عيد ميلاد جوزي، ربنا يخليه ليا وما يحرمنيش منه أبدا يا رب، ولا يحرم أي اتنين من بعض. وربنا يخليه لينا وما يحرمناش منه أبدا أبدا يا رب، وكل سنة واحنا سوا، وكل سنة وهو طيب. يلا بينا مع بعض بقى على الطريقة، نعملها مع بعض. سهلة بسيطة مفيهاش أي حاجة. السبونج بتاعنا جاهز، عملناه قبل كده مع بعض مرتين، ماشي بكذا طريقة. خلاص جاهز اهوت. ودي الفاكهة بتاعتنا، اي فاكهة عندك متوفرة في البيت، مش هنحدد فاكهة معينة. هنقطع معانا السبونج 2 أو 3 زي ما انت عايزة، او حسب السبونج بتاعك. انا هنقطعه 3. خلاص، بأي طرنش، بسكينة طرنش زي ما قلنا مشرشرة. قطعنا اهي طبقة، وهنقطع الطبقة التانية والطبقة التالتة معانا. خلاص تمام. هي تيجي 4 كمان، احنا نقطعها 3 بس. تمام كده. جاهزة السيرم بتاعي، شربات، عسل، لبن، اي حاجة، عصير، قلنا مربى على شوية مية دافية وتحطيهم على النار، ولما يبردوا تشربي بيهم اي حاجة اللي انت عايزاه. السيرم ده براحتك، المهم ان احنا نشربها باي حاجة. في ناس بتحب تشربها ببيبسي، يعني اي حاجة متاحة، حاجة بسيطة كده تطريها بس مش اكتر. تمام. وكريم شانتيه طبعا عملناه قبل كده مع بعض. كوبايه كريم شانتيه على كوبايه لبن متلج او كوبايه ميه على نص كوبايه سكر. تمام. وبنضربه مع بعض تمام كده. اهم حاجه ان يكون من نوع نضيف. خلاص، كريمه رباني او كريم شانتيه، دي كريمه لباني. خلاص. وهنعمل الطبقات التانية بالشكل ده برضو، نسقيها، نحط عليها كريم شانتيه ونفرده كويس. دي اهم حاجه في التورته، موضوع اللي انت تسقيها، تقسميها الاول وبعدين تسقيها وبعدين تغلفيها كويس الطبقات بتاعتها، ومن فوق ومن الجناب بكريم شانتيه. تمام كده، لحد كده سهل، واللي احنا عملناه كل مرة بنكرره. خلاص كده. الطبقة الأخيرة هديها مسحة خفيفة. تمام جدا. وهبتدي بقى أغلفها هيت بالشكل ده. خلاص، وأخلصها كلها. حطها بقى على كف عشان أنا مش مالكة. خلاص هشيلها كده بسكينة طرنش عادي خالص، سهلة اهي على كفي. وعشان خاطر ايه اعملها قدامكم اهي، جنب ومن هنا ومن هنا. طبعا انا مش هنعمها جامد يعني ايه، لان هي تتغطى، فعادي يعني ايه، مش هنعمها قوي. هفردها كويس واحاول ان انا اسويها وخلاص، مش ههتم انعمها زي كل مره. تمام. خلصت معايا اهيت. انا مجهزه. اول حاجه هنقسمها الاول من النص عشان خاطر ايه نشتغل، نبقى عارفين ان احنا شغالين ازاي. اي بقى فورمه تعجبك بالشكل ده هقسمها كلها. من ده جوز هند مبشور، محمراه في الفرن. خلاص بيدي شكل لطيف. حمرته في الفرن، حطيته في علبه بالشكل ده، بيبقى جاهز تحت طلبي. خلاص متحمص وجميل. هاخد كده على كفي اهوت. والجنب اللي هو خاص، الجنب اللي هو من غير الشوكولاته، هنعمله بجوز الهند المبشوره. تقدري تعمليه فارماسيه، تقدري تعمليه بشوكولاته مبشوره، اللي انت عايزاه. الجنب بالشكل ده اللي هو احنا عملناه، هنجيب بقى اناناس مقطع، كمبوت، او اي فاكهه عندك، مش هنحدد، دي فاكهه حسب ما انت عايزه. انا هعملها اناناس وكيوي وتفاح وفراوله. خلاص، دي الفاكهه الموجوده عندي مانجا، بس مانجا ايه في متفرزه، وبعدين لقيتها دايبه كده فمحبتش احطها. خلاص، شرايح الكيوي بالشكل ده والفراوله. وهبتدي بقى نقطع التفاحه بطريقه بسيطه خالص. بعد كده هعمل لكم تورت فاكهه كامله، وهحط لكم فيها يعني اكتر من تقطيع للفاكهه، يعني في يعني تقطيعات كتير قوي للفاكهه بالشكل ده. بصوا بنقطعها من الجنبين كده زي ورقه الشجر، كذا ورقه بقى، وفي الاخر بنطلعهم كده بيطلعوا معايا بشكل ايه حلو. في ناس كتير عارفين اهو بالشكل ده زي ورقه الشجر. خلاص، تدخل وتطلع عادي، يعني انا بقفلها وبفتحها عادي. تمام كده. هعمل برضو
التفاحة الصفرا. ان شاء الله بعد كده بعمل لكم بقى ايه افكار تانية في تقطيع الفاكهة، فطورة تانية، البجعة، اعمل لكم اللي هي الوردة، اعمل لكم بسم الله، يعني في اشكال كتير قوي للفاكهة نبقى نعملها مع بعض. ادي واحدة تانية بالشكل ده اهو، بقطعها من الجنبين، من جنب هنا ومن جنب هنا، باجي برضو عاملة تحتيها نفس القطعية، بنجيبهاش للاخر. تمام بالشكل ده اهو، بتبقى سايبة. وهعمل كمان واحدة، ممكن تعملها 3، ممكن تعملها 4 زي ما انت عايزة اهو بالشكل ده، تبقى سايبة خالص، تحركيها زي ما انت عايزة. يا رب تكون واضحة معاكم اهي بالشكل ده. تمام. هدهنهم طبعا سيرم او جيل تلميع اللي بيتجاب من عند مستلزمات الحلواني، علشان خاطر ايه يحتفظ الفاكهة كده بشكلها وبرضو ما تسودش. تمام. هلمعها كويس اهو، حط التفاح كده في الجنبين في الفيصل هنا. تمام. والناحية في النص بقى هعمل ايه وردة كده، هجيب الكيوي نقطعه 7 و8، طبعا معروفة زي ما بنقطع الطماطم في السلطة، زي ما بنقطع حاجات كتير، هنجيب الكيوي اهو نقطعه 7 و8 كده. انا عاملاها بطريقة سهلة خالص، اي حد يقدر يعملها. تمام. احنا اتفقنا ان احنا هنعمل التورته دي واحده واحده لحد ما تكوني محترفه زيك زي اي حد بيعملها بره. قلنا مفيش حد اشطر منك وتقدري تعملي كل حاجه في البيت. تورتايه زي دي عشان تجيبها من بره، تورتايه اللي هي الفاكهه دي بتبقى غاليه جدا 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 من بره، وعمرها ما هتكون بنظافه ولا بحلاوه الفاكهه اللي انت هتبقي حطاها وعاملاها في بيتك. تمام كده. خلصنا الجزء بتاع الفاكهه، هنلمعها خلاص. طبعا انا مجهزه صوص الشوكولاته، عملنا قبل كده مع بعض، هنزل لكم اللينك بتاعه برضو. وهننزل بقى على النص التاني بالشوكولاته، نقدر نعملها كلها فاكهه ماشي، بس انا عاملاها شوكولاته عشان خاطر الولاد. اللي حابب ياخد شوكولاته ماشي، اللي حابب ياخد فاكهه ماشي. خلاص كده هغطيها خالص بالشكل ده، وتقدري بقى تجرنشيها باي حاجه، قطع الشوكولاته الجاهزه، الاشكال اللي لعب الشوكولاته. انا هحط عليها لوز، وهحط عليها ايه ويفر شوكولاته، وبس كده، عشان خاطر هي كل ما تبقى بسيطة بيبقى شكلها أشيك بالشكل ده. ما فيهاش أي حاجة خالص، بسيطة جدا وما فيهاش أي حاجة، وعملناها بمنتهى السهولة. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون الحلقة عجبتكم. إن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.